هنا صدقت حلمي وبدأ. قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت وأديني بسم الله توكلت على الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم أغلى وأحلى متابعين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد من أروع ما يكون شكلا ومذاقا ما شاء الرحمن. كنتمنى إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم ويلقاكم هذا الفيديو تحت الصحة والعافية. غنقسم معكم كما كتشوفوا محمرين من كلتا الوجهتين، راه جاو ما شاء الرحمن رطبين قطنين روعة يا سلام. كنتمنى تكون الصورة واضحة، تراجعوا مفشفشين مقطنين والشكل ديالهم تا هو زوين. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. دعموا القناه وتفضلوا الليله وبارطاجيو وتفضلوا معايا الان المراحل وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بسم الله نبدا على بركه الله في تحضير العجين ديال المملحات ديالنا. عندي هنا تقريبا 600 غرام ديال الدقيق. غندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره فوريه مملوءه. غندير رشه تاع الملح، غندير واحد المعلقه ديال العسل، غنضيف هاد البيضه، غنحيد الصفار والدهن والبياض غنضيفو هنا بلا ما يضيف، نستعملو في العجين. دابا غنجمع العجين ديالي بالحليب، ويمكن لكم تضيفوا للحليب شويه الماء، انا راه ضفت ليه شويه الماء. المهم غنجمعها ونعاود نرجع معكم. وسمحوا لي راه نسيت، غنضيف واحد الكاس ديال الزيت المائده. سمحوا لي راه نسيت وما ما قلتوش لكم. ها القوام ديال العجين بعد ما عجنته راه صار القوام ديالو على هذا الشكل. وراه ضفت له واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. ها العجين كما كتشوفوا معايا راه تضاعف ما شاء الرحمن الحجم ديالها. دابا غنقسمها على جوج. غنرش سطح العمل بشويه الدقيق وندلك في العجين. وراه درتها في هذا الورق ديال الفرن باش يسهل عليا نحطها. هانتوما كما كتشوفوا معايا راني بسطها نيشان فوق هذا الورق، بسطها بالدلاك وعاود زدت ليها عاوتاني كنزيد ليها، كنحاول نقاد هكا بيديا. غنحاول دابا ان شاء الله نهزها ونديرها في اللاطه، عاد نقطعها مرصوات مربعات. دابا غنحاول نقطعها مربعات كما قلت لكم. بسم الله. دابا ان شاء الله غندهنهم بلاصوص طوماط شويه، غندير لهم شويه لاصوص طوماط.
غنحاول نسرح لاصوص على هذا الشكل، تكون شاده غير من القنت للقنت حيت مازال غنطويهم. دابا بعد ما دهنتهم بلاصوص طوماط غندير ليهم هنا عندي البصله والفلفله مشحرين مع شويه الزيت وشويه القزبور خلصوا المعدنوس داك المجفف درتو في الاخر، وشويه البزار وشويه لاصوص الجيريان. صدقوني هاد الخبيزات راه كيجيو على شكل بحال شكل البيتزا، ولكن كيجيو حتى هما مفشفشين. هاد المملحات كيجيو عفوا رائعين، قلت لكم الخبيزات المملحات. كنتمنى ان شاء الله اللي وصل حتى لهنا ما ينساش لايك. كما كتشوفوا معايا راه الفيديو شارح نفسه بنفسه بطريقه واضحه. كندير على هاد الحساب ديال هاد المطيشه حيت باقي غنطويها. دابا غنضيف لهم شويه ديال الثوم، وانتم راه تصاوبوا على حساب عدد كميه الافراد اللي عندكم ولا. وعلى حساب الموجود والمتوفر، واي حشوه درتوها راه تجي زعما زوينه. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم هاد الوصفات اللي كنقدم لكم. وحنا الصراحه راه غير كنتقاسموا معكم، مما راه كلشي تبارك الله عارف يحضر شيوات كلشي، ومازال حتى حنا كنتعلموا. دابا غنضيف شويه الموتزاريلا مع الفرماج الاحمر. كما كنقول لكم اللي متوفر عندكم، تستعني غير بواحد الفرماج راه قاضي الغرض. ولا ديري حتى ديري من الفوق داك سميتو فرماج ساندويتش اللي كان. المهم هو المذاق لبناتكم. غنضيف الفرماج الاحمر، دابا غندير هذا الجانب على هذا الشكل، وندير فوقو الجانب الاخر، وندير في وسطها زيتونه هكا. المهم حتى اللي ما كانتش مقطعه مزيان ولا سميتو غنحاول نزيد نحلها. ندير هذا هكا. كنتمنى يكون الشرح واضح. ونهز الاخر نحطو على هاد الجهه الاخرى، وندير وسطهم الزيتونه على هاد الشكل. ونعاود معكم وحده اخرى هكا هكا، زيتونه من الوسط. المهم غنستمر بهذه الكيفيه حتى نشكل كاع العجين اللي عندي. واللي ما محلولاش كما تبقى تعاودوا تحلوا العجين على هذا الشكل هكا، وندير زيتونه من الوسط. المهم غنستمر بهذه الكيفيه حتى نشكل كاع داك الكميه اللي عندي.
دابا بعد ما ساليت ها الشكل ديالهم كي جا، ندير ليهم واحد الصفار ديال البيضه داك اللي خليت قبيله مع شويه ديال الصلصه ديال الصوجه، غندهنهم وندير لهم شويه الخشخاش ونرميهم للفران يطيبوا ان شاء الله. ها المملحات ديالنا بعد ما درت لهم شويه الخشخاش، دهنتهم بالبيض، درت لهم شويه الخشخاش. دابا ان شاء الله غندخلهم للفرن اللي كنت سخنته من قبل. ها الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا راه جاو ما شاء الرحمن من اروع ما يكون. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم ويصدقوا لكم. وانتم كما كتشوفوا معايا راهم فاش فشينا خاويين من الداخل قطنيين ومحمرين كذلك من كلتا الواجهتين. كثروا من لايك ودعموا القناه ودمتم في رعايه الله. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.